حلو الكلام ده بقى، كده عرفنا أزمة أندرويد، ولو لسه ما عرفتهاش تروح شوف الفيديو اللي فات اللي نزّلته. النظام بقى ماشي إزاي في الأيفون، ومن الأول كده أنا لا فان بوي ولا مستخدم أساسًا، وكل اللي هاتكلم عنه دوّة دي تجارب أنا جربتها وناس اتكلمت معاها وأبحاث بقى وكده أنت فاهم. وهاجيب لك النهارده أسعار التليفونات جديد ومستعمل كمان، وطبعًا أسعار الأيفون متباعدة جدًا وعلى حسب ما بتلاقيها، بس أنا النهارده هاقول لك على أغلب الأسعار اللي لقيتها، فما تجيش أي سعر كده مثلًا تيجي تسمعه مني فتيجي تقول لي منين، لإن مش هاعرف أكيد. تعالَ نكمّلوا كلامنا في وسط الفيديو، معاكم مصطفى من قناة براك سنتر. إيه الكلام بقى، بُص من الأول كده أغلب التليفونات اللي هتلاقيها هتبقى الجديدة من أولها 11، تحت ال11 أعتقد صعب شوية إنك تلاقي جديد. أسعار الأيفون الفترة ديّة عاملة زي الدهب، حبّة فوق وحبّة تحت، والمنافسة عليها تقيلة بغباء، وطبعًا كل واحد بيمسك له أيفون من المتاجر بييجي يخبّي عليه عشان يقول لك إيه شوية وهيغلى، فهيبيع بالغالي على طول، أنت فاهم طبعًا جشع التجار. فنصيحة مني لو ناوي تجيب تليفون وبالذات السنة الجاية عشان في كام حاجة كده هتحصل في الاقتصاد عمومًا، هابقى أقول لك عليهم برضه الشهر الجاي، بس استنى عليّا، عارف إني متأخر شوية. بس غالبًا كده الشهر الجاي هيبقى في كام حاجة كده عن الثقافة المالية عمومًا، وعن كام حاجة كده هتحصل في الاقتصاد العالمي كله يعني، بس أنت المهم دلوقتي ضبّطني بلايك والاشتراك بتوعك. المهم دلوقتي أنت لو ناوي تجيب تليفون ومحتاجه، ركّز في كلمة محتاجه بالذات، ومستني الأسعار تنزل، أنا أقول لك الأسعار مش هتنزل، ولو عايز تجيب جيب دلوقتي، حتى لو قسط هاته برضه، عشان التليفونات أسعارها مش هتنزل، وهتعلى تاني وعلى أول السنة كمان، وبالذات في الأيفون. عشان هيحصل حوار كده برضه هاكلمك عنه الفيديو اللي جاي، ده غير إن على أول السنة كمان الدولار احتمال يرفع من 31 ل33 جنيه، فربنا يستر بقى. ده أول حاجة، تاني حاجة بقى أنت لو ناوي تجيب تليفون وخلاص معاك فلوس محترمة يعني، ابعد عن سلسلة ال12 فيها مشاكل كتير وسمعت إنها عنها كلام مش كويس. عندك حاليًا دلوقتي عندك ال11 أحسن قيمة مقابل سعر، وعندك ال13 يعني فرق بسيط شوية بس إيه يعني فرق إمكانيات كويس أوي بينهم وواضح. طبعًا الكلام ده مش من عندي، من كلام ناس سألتها ومراجعات نزلت، ولو مش مصدق كمان دَوّر وراجع ورايا. وتالت حاجة اللي مش هاشرحها لك أوي دلوقتي وخلّيها لك برضه في فيديو لوحدها، إنك لو عايز تجيب مثلًا أيفون مستعمل تجيبه إزاي أو تعمل إيه؟ زي ما قُلت لك الفيديو اللي فات الحوار وراه صفقات كتير وحوارات كتيرة أوي، وخصوصًا برضه في حوار النصب والدنيا ديّة. عشان لو ما بتشتريش من محل موثوق أو معروف ممكن يبقى السعر غالي شوية، بس المهم أنت في الثقة، وبالأخص يعني حوار الصفقات بقى اللي هو مثلًا بتاع واحد من شارع شاكور وكده، إنك عايز تجيب حاجة بسعر كويس أوي. لو ناوي تعمل كده لازم تنزل بواحد يكون معاك ويكون تقريبًا واخد عامل دراسات عليا وواخد دكتوراه في الصيانة عشان ما يتنصبش عليك، اللهم بلغت. ورابع حاجة ودي اللي هتكمل معانا الفيديو واللي هو إيه الأسعار اللي أنا هاقولها آخر الفيديو، لو أنت معاك فلوس تكمل معاك وعايز حاجة محترمة تعمّر ابعد عن ال8 يعني خلّيك من الX وطالع، وبرضه هافهّمك إيه حوار ال8 والنازل والسلسلة اللي تحت كلّها في وسط الفيديو برضه كمّل معايا. وأخيرًا بقى بعد طول الرغي ده كلّه نبدأ في الأسعار. عندك ال11 هنا أسعاره بتتراوح ما بين 17,000 ل19,000 للنسخة ال128 واستعمال من 13,000 لحد 19,000 لحد النسخة 256 والبرو ماكس من 18 ل22 وممكن تلاقيه 19.5 استعمال. عندك بقى هنا سلسلة ال12 اللي برضه ما بارشحش بيها أوي، وعندك هنا في الجديد ممكن تلاقيها من 20 ل23. والاستعمال آخره أوي بيبقى من 16 ل19 والبرو ماكس عندك من 25 ل27. عندك مثلًا ال13 هنا أسعاره جديد بتبدأ من 25. حزن يا جدع والله، فين أيام ما كنا بنشتريه ب15 و16,000 وكمان بيتعمل عليه عروض بتبقى أقل من كده كمان. الاستعمال ممكن تضبط معاك كده صفقة كويسة تلاقيها ب15,000 بس غالبًا اللي هتلاقيه هيبقى من 18 ل21,000. والبرو ماكس من 33 ل36 ممكن تلاقي استعمالات لحد 31 مثلًا. عندك بقى الإخوات الصغيرين وهي عيلة الإكس اللي ممكن تلاقيها من أول 10 لحد 16,000 ده طبعًا بالنسبة من أول الإكس لحد الXS ماكس. ونيجي مثلًا بقى للفئة الأصغر واللي هي ال8 ما فيش منه جديد وممكن تلاقي الاستعمالات بتبدأ من 7 ل9 ممكن بقى تضبط معاك حتة صفقة تمام تبقى مثلًا في حدود 5، 6000 والّا حاجة. بس برضه أرجع وأقول لك تتأكد إن هي صفقة نضيفة. عندك بقى ال7 ممكن تلاقيه من 4.5 ل6 وطبعًا ده خلاص يعني راحت عليه وما فيش تحديثات هتنزل له كمان دلوقتي، زيه زي ال6 برضه واللي غريبة لحد دلوقتي في ناس بتشتريه، بأسعار دلوقتي اللي وصلت ل1500 و2000 كمان وحاجة آخر ضحك الصراحة. هنا بقى عندك بالنسبة لك من أول نسخة لقيت لحد وأنت نازل، أنت مثلًا ممكن التليفون دوّة يقعد مثلًا معاك سنتين 3 والّا حاجة، أنت مثلًا هتبقى عايز تحدّث أكيد، فالدنيا هتبقى تلاقيها وقفت معاك، فلو أنت عايز حاجة تعمّر فعشان كده برضه أرجع وأقول لك تاني ما تجيبش حاجة من فئة ال8 وأنت نازل، لو عايز حاجة تعمّر معاك. حاول تزوق أقل حاجة تبقى إكس، وطبعًا أرجع وأقول لك تاني تشتري النهارده قبل بُكرة، يا إما تقريبًا كده هتأجلها السنة دي كلها، زي ما قُلت لك قبل كده ما فيش تليفونات خالص بتنزل من شهر 3 قُلتها لك في فيديو قبل كده لو ما شُفتوش هتلاقيه في الأي اللي هنا أو الأي اللي هنا. وحقيقي الفترة ديّة الأيفون بقى عامل زي الدهب، زيه زي الاستثمار بالضبط، أكنك داخل هتشتري أسهم شركة والّا حاجة، بس الصراحة يعني صفقاته بتبقى زي الفل، والتليفون يعني عُمر افتراضي ما فيش أطول من كده، أقلها يعني 5 سنين وهتبيعه سليم وبسعر كويس كمان. أقلها مثلًا ال6 أعرف ناس لسه ماسكاه لحد دلوقتي السوفت وير بتاعه نضيف أوي وما فيهوش عيب، والتليفون عايش معاهم ومقضّيهم كويس أوي كمان.
وأعتقد بس يعني كده خلاص الأيفون ما يتقالش فيه كلام كتير، عكس الأندرويد تقريبًا بتبقى محتاج مرشد سياحي عشان يرشدك للتليفونات، ويا رب نكون فدناكم، ما تنسوش تدعمنا باللايك والشير والاشتراك لو أول مرة تشوفنا، وخلاص كل سنة وأنتم طيبين السنة قربت تخلص، ولو ما انتش متابعنا على بقية الصفحات برضه هتلاقيها تحت في الديسكريبشن، ومع السلامة.